السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر خالد النجار في أول حلقة من سلسلة الوصف التفصيلي لحروف الجر اللي مجننة الناس، اللي مجننة كل واحد بيدرس ألماني. خلي بالكم يا جماعة، أنا من أول الفيديو اللي جاي هنشرح حروف الجر المشتركة الإيه. احنا لسه الرحلة طويلة جدا. حروف الجر المشتركة، وهنبدأ بحرف يمكن يكون غلس شوية، رخم إلى حد ما في تطبيقه، في إيه تطبيقه. وبعد كده نمسك حرف حرف لغاية ما إيه ما نبقى أساتذة في حروف الجر. يبقى دلوقتي إن شاء الله جمعوا نفسكم واعملوا شير ولايك عشان هنبدأ إن شاء الله في شرح حروف الجر بوصف تفصيلي، عشان اكنك بالظبط كده ايه بت عايش موقف يومي مع حروف الايه الجر. هنبدأ بأوف يا جماعة. هنبدأ بإيه؟ حرف الجر أوف، اللي هو بيعمل أكوزاتيف وداتيف، أكوزاتيف وإيه وداتيف. خلي بالكم معايا. زي ما قلت لكم يا جماعة، دلوقتي هنشرح سلسلة اسمها سلسلة حروف الجر المشتركة، وهم كام يا خالد؟ 9 حروف جر. هنبدأ بحرف جر اسمه أوف. أوف ده حرف جر مشترك. يعني ايه مشترك؟ يعني بيعمل أكوزاتيف وداتيف حسب فعل الجملة. لو كان حركة يبقى أكوزاتيف، لو كان سكون يبقى داتيف. اللي قدامي ده ايه؟ اللي قدامي دي فازة. تمام. لو عايز اقول انا اضع الفازة على دي بقى ايه؟ هل هتبقى ان، هل هتبقى اوف، هل هتبقى تسو، هل هتبقى ايبر؟ اقول لك انا، موضوع سهل وبسيط جدا. الحاجة طالما لمسة السطح كده اهو، لمسة السطح كده، يبقى هتستخدم حرف الجر اوف. هتستخدم حرف الجر او. ملناش دعوة بقى باكوزاتيف وضعاتيف دلوقتي، احنا بنقول شرح الوصف التفصيلي بتاع حروف الجر. امتى اكوزاتيف، امتى ضعطف، واعراب الادوات في حالة الايه ومش عارف ايه، لا ده بعدين. دلوقتي احنا بنشوف استخدامات حرف الجر كمعنى. بستخدمها امتى؟ أوف دلوقتي بمعنى على، عشان ملامس للسطح. أوف على ملامس للسطح، أي حاجة على ملامس للسطح يبقى أوف. دي فازة. أي شكل يا جماعة، ناس جلاس أو نمتش، أي حاجة ملامسة للسطح هستخدم إيه؟ أوف. في خلي بالكم معايا يا جماعة تاني إن أوف تأتي بمعنى إيلاء مع الجزر، إيلاء مع الجزر. وتأتي برضو بمعنى إلى مع شولي أو دي شولي جي أو دي شولي. طيب يبقى دلوقتي فهمنا خلاصة الموضوع إيه؟ إن أي حاجة ملامسة للسطح أستخدم حرف الجر إيه؟ أوف يا جماعة. أوف بمعنى على سطح. كان معاكم خالد النجار. بيستسوم نيكست مال. شوفوا ما تنسوش يا جماعة لايك وشير وإيه وتعليق عشان التفاعل يبقى كويس وكل معرفكم يستفاد. بيس دان تشوس.